الدكتور طه حسين الذي هو اشهر الادباء في مصر والى الان، حين قال لا زال الشعر رافضيا، وهي كلمة مشهورة ومشهورة منه، توفي رحمه الله قبل 20 سنة، بس ذكره لا زال موجودا اكيدا وسيبقى. لا زال الشعر رافضيا وهي كلمة مشهورة ومشهورة منه، وقوله لا زال يعني كان ولا زال وسيبقى على نفس الحال. وبالرغم من نقطة القوة هذه وأهمية عالية جدا، وشكرا لله على حسن فضله، وبالرغم من نقطة القوة هذه التي لا تعدلها نقطة، فإننا نعلم لاحظوا أن كل شاعر سواء كان فصيحا أم شعبيا ينظم الشعر في الحسين عليه السلام وأصحابه بمقدار ما يفهم من ثورة الحسين ومن أقواله ومن أفعاله، ولا نتوقع من الشاعر أن يتعدى فهمه الشخصي بطبيعة الحال، بل لعل ذلك يكون في عداد المستحيل، في حين لاحظوا أننا نعلم بكل تأكيد أن بين فهمنا للحسين عليه السلام وواقع الحسين عليه السلام وحقيقة مقاصده بونا شاسعا وفجوة ضخمة جدا. قل لا سبحان الله، يعني أننا لا نفهم الحسين عليه السلام حقيقة ولا يمكن أن نفهمه حقيقة. كل ما في الأمر أننا يمكن أن نقترب نحو هذا الفهم قدما أو أقداما بالتعلم والتكامل والاطلاع على بعض حقائق الكتاب والسنة. وإذا نحن لم نكن بهذا الصدد ننظم شعر ونحن لا نعلم ما الحسين وما أصحاب الحسين ومن الحسين ومن زينب ومن الأصحاب والأولاد، وإذا نحن لم نكن بهذا الصدد إذن فنحن معاتبون ومعاقبون، لأننا نكون قد كذبنا على المعصومين المتمثلين بالحسين نفسه. سبحان الله، قل لا قد كذبنا على المعصومين وربما السجاد أيضا، قل لا سبحان الله، لأننا نكون قد كذبنا على المعصومين عليهم السلام وأصحاب المعصومين عليهم السلام. يكفي لاحظوا أعطيكم أمثلة، يكفي أننا نلتفت إلى أن أغلب الأشعار الفصيحة والشعبية، أغلب الأشعار الفصيحة والشعبية التي قيلت بهذا الصدد تحمل جانبين باطلين، أنا لا أتحدث مجازا، باطلين في فهم المشاعر الحسينية لو صح التعبير. الجانب الأول الجانب الأسري والعاطفة الدنيوية الشخصية التي يشعر بها الشاعر هو نفسه تجاه ولده ووالديه وأخيه وزوجته، فهو يضيفها أو قل يضيفها إلى الحسين وإلى أصحاب الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، في حين لاحظوا سبحان الله الإنسان ما يكون مغفل من أهل الغفلة إلى هذه الدرجة. لاحظوا في حين لو كان شيء من ذلك مهما قل لديهم، لو كان شيء من ذلك لديهم لما ترك الرجال زوجاتهم وأطفالهم، ولما ترك النساء أزواجهن، ولما افتخرنا أن يكن من المسبيات مع زينب سلام الله عليها وغير زينب من نساء الحسين عليه السلام. هاي طبعا حقيقية، وهذا ونحوه من العواطف الحقة لا تكون إلا عند نفي العاطفة الأسرية تماما وإسقاطها من النفس حقيقة. فإذا كان ذلك في النساء والرجال من الأصحاب، فكيف بأهل البيت عليهم السلام ثم السادة أنفسهم سلام الله عليهم، وكيف بالحسين بشخصه الذي هو معصوم ومفترض الطاعة. الجانب الثاني الجانب القبلي، أعوذ بالله من الجانب القبلي الذي كان ولا زال سيبقى يغرنا ما لم يخرج الشيطان من الساحة.
الجانب القبلي، وهو ما أشرنا إليه في الأضواء من التأكيد على جانب الأسرة والنسب. وكأن الحرب حرب الحسين عليه السلام وكأن الحرب بين أسرتين متعاديتين، لا بين الحق والباطل. وذلك في مثل قول الشاعر: قوضي يا خيام عليا نزار أسرة. كأنه أنا من نزار، لكن لا، براء من الأسرة، إنما الله هو المهم والدين هو المهم. يقول لا، هو شو يقول الشاعر؟ قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع. كان بني أمية انتصروا على الحسين بس، وغير ذلك كثير، في حين أننا نعلم أن هذا من غير المحتمل أن يخطر في بال الحسين عليه السلام وأصحابه طرفة عين، فضلا عن أن يكون هو الهدف الرئيسي لهم. ولو كان هو الهدف الرئيسي لكانوا على باطل والعياذ بالله وعلى طلب الدنيا وحاشاهم. هذا وقد كان الاعتذار أساسا للشعراء حين يريدون التجنب عن الكذب، فإنهم يقولون، وكذلك بعض الخطباء الحسينيين المتورعين يقولون إن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. طبعا مسموع ماشي جيلا بعد جيل. فنسأله: إنك هل تعرف حالهم سلام الله عليهم بلسان الحال حقيقة؟ سبحان الله، أنت شو بدك حالهم شنو؟ إنك هل تعرف حالهم سلام الله عليهم لتقول أن كلامك بلسان الحال؟ وهل أن حالهم كما تقول أنت لكي تكون صادقا، أو أن حالهم ليس كذلك وإنما أنت الكاذب؟ فمثلا لو أكد الشاعر على الجانب الأسري أو الجانب القبلي، هذان الجانبان اللذين ذكرناهم، بعنوان أنه بلسان الحال، لكان كاذبا لا محالة، وكان من الكذب على المعصومين سلام الله عليهم. ونحن لا نريد من أي شاعر أو ناثر أن يكذب على الحسين عليه السلام وأصحابه، وإنما لا بد أن يبين حالهم بأقصى ما يستطيع من الصحة والدقة، وبحسب ما نستطيع أن ندرك من حالهم سلام الله عليهم، فإن له أي حالهم من مقدار ما نفهم عليه تعالى، فإن له عدة جوانب، أي واحدة منها أخذناها كانت حقا على أي حال. قليل التعرض لها مع شديد الأسف في شعر الشعراء في القليل والعام معا. الجانب الأول: التمرد على كل ظلم وطغيان، وخاصة ظلم وطغيان بني أمية أو حكم بني أمية عامة، ويزيد الشارب للخمور واللاعب للقرود كما يصفه الحسين عليه السلام خاصة، وبيان ذلك للمجتمع عمليا بحيث لا يكون معه مجال للشك. الجانب الثاني: عرض البديل أو الإيديولوجية الصالحة والحقة بعد أن فشلت وتفشل إيديولوجيات الظالمين والمستعمرين، متمثلا أي الإيديولوجية الحقة متمثلا بالإسلام الحقيقي الذي دافع عنه الحسين بكل وجوده. الجانب الثالث: بيان أن هداية المجتمع والدفاع عن الطبقات المحرومة والمستضعفة، الدفاع عن المستضعفين، يستحق الفداء بأعظم الفداء وأعظم أنواع التضحية بالنحو الذي قدمه الحسين عليه السلام في عرصة كربلاء، كما قال تعالى: في سبيل الله والمستضعفين. الجانب الخامس: اعطاء النموذج الامثل للثورات على الظلم والتمرد على الطغيان في كل عصر، فمهما كانت اي ثورة قريبة
من فكرة ثورة الحسين او كانت اقرب كانت على حق، وكلما كانت ابعد كانت على باطل، كائنة ما كانت لا نستثني من ذلك شيئا على وجه الكرة الارضية. وكل واحد من قادة الثورات يعلم بنقاط القوة والضعف في نفسه، كما قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. الجانب السادس ان الثواب الالهي الجزيل والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى تستحق الفداء لها باعظم انواع الفداء، كما ورد لك درجات لا تنالها الا بالشهادة. من قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله حسب الرواية. فلذا